دي الحلقه ال 32 من سلسله غامبل وباس، والحلقه ال 32 بعنوان الملصقات. بتبدا الحلقه في المدرسه وبنشوف شراب عمال يتكلم عن الوداع، وبيكون ده مستر سمول، وجامبل بيقول له طب ايه المستفاد، وبيقول له اصلا اتفصلت من شغلي، وجامبل بيقول له طب مين اللي هياخد باله مننا المره الجايه لو فكرنا نحرق المدرسه، طب مين اللي طردك، مستر براون بيقول له السيده كومبوس هي اللي طردتني، وبيلم نفسه وبيدخل جوه الصندوق، وجامبل ودارون بيقرروا ان هم يرجعوه شغل، واول لما بيخشوا المستر براون بيقعدوا يهزقوه، بس بيقول لهم بصوا جنبكم كده، وبتبقى السيده كومبوس مستخبيه وبتقول هم دمت بقى اللي عاملين مشاكل في المدرسه، وبتطلع جهاز الملصقات وبتلزق على دارون انه ضعيف، وجامبل انه طفل سيء، وبيقول انه طفل سيء وبيتحول ودارون بيقول يا اسطى لازم نساعد بقيه زمايلنا، وبيمشوا وبيروحوا لمولي، وجامبوليه بتقول لها مش هتيجي نربيها، ومولي بتقول لهم انا مش هعرف، بتبقى اللزقه بتاعتها مكتوب عليها انها خجوله، وبتختفي وبيروحوا لجو بنانا، وبيلاقوه ملزوق عليه هو كمان ومكتوب عليه انه محتوم، وليزلي ممثله، وتوبايس مرتبك، وانايس ذكيه، والمكان كله بيخرب، وفي الاخر بيقرروا ان هم يروحوا لمستر براون علشان يشوفوا الموضوع ده، بس اول لما بيوصلوا بيلاقوا السيده كومبوس اقنعت مستر براون انه يتفصل عشان بقى عجوز، ودارون بيقول لها ما تهدي بقى، وبيستنتج انها بتعمل كده عشان تسيطر على المدرسه، وبتقول له جدع يلا، وبتقوم عامله لهم لازقه انهم مختلين، وفجاه بيظهر مستر سمول وبيقنعهم انهم ما يمشوش ورا الملصقات ويتحدوها، وفعلا بيقبلوا التحدي، ودارون بيبدا ياخد كل الملصقات ويلزقها على جنبه، ذكاء تلاقي، غضب تلاقي، قلق تلاقي، عته تلاقي، كله في كله. كومبوس بتبقى قاعده تتكلم حد على التليفون وبتقول كنت معديه على المدرسه عشان اخش الحمام، لقيت المدير والمدرسه كلهم اغبياء، وفي الاخر بقيت مديره، والباب بيخبط وبيطلع جنبل بالشكل ده، وبياخد منها المكنه وبيلزق لها ملصق انها مفصوله، وبيطلعها من المدرسه، وبس كده عشان خاطر ما نعمقش في القصه ان القصه فيها بلاوي. وسلام.